الأورام الليفية، ناس كتير رجعت تسأل عن الأورام الليفية بعد ما نزلت البوست الأخير عن استئصال أورام ليفية بالمنظار الرحمي بدون أي جروح نهائية. الحقيقة يا جماعة إن مش كل الحالات ينفع معاها استئصال للأورام الليفية بالمنظار الرحمي. الأورام الليفية بتتقسم درجات حسب علاقتها بعضلة الرحم وحسب علاقتها بتجويف الرحم، وبناء عليها بنقرر الحالة دي ينفع عليها منظار رحمي ولا ينفع عليها منظار باطني، ولا منفعش لها ولا ده ولا ده ومحتاجين جراحة زي فتح القيصرية. انا هعمل لكم رسم زي ما كنا عملنا في الاكياس المبيض، ارسم لكم الاورام الليفيه عشان تتخيلوا معايا المنظر عامل ازاي بالظبط، واقول لكم امتى نحتاج منظار وامتى منظار رحمي وامتى منظار بطن. ده كده رسم 3 دي للرحم. ده جدار الرحم اللي هو المتظلل، ده تجويف الرحم، دي قناه فالوب، ده عنق الرحم. الاورام اللي فيها بقى بتتقسم حسب علاقتها بعضله الرحم من 0 ل 7. من 0 ل 7 ديت لو الورم الليفي كله جوه تجويف الرحم متدلل جوه تجويف الرحم بياخد رقم 0. لو أكتر من 50% منه في التجويف والباقي دخل جوه عضلة الرحم بياخد رقم 1. لو أكتر من 50% دخل جوه العضلة والباقي في التجويف بياخد رقم 2. لو دخل كله جوه العضلة بس حافف في بطانة الرحم بياخد رقم 3. لو كله جوه العضلة مش واصل لا جوه ولا بره بياخد رقم 4. لو أكتر من 50% في العضلة وجزء بدأ يخرج بره خالص بياخد رقم 5. لو أكتر من 50% بره وجزء صغير هو اللي في العضلة بياخد رقم 6. لو هو كله متدلل بره الرحم خالص مش داخل في العضلة خالص وماسك في الرحم من بره بياخد رقم 7. طيب احنا في المنظار الرحمي بندخل عن طريق المهبل لعنق الرحم لتجويف الرحم. طيب ايه اللي هينفع نجيبه بالمنظار الرحمي؟ لو في اورام ليفيه واخد رقم 0 او 1 او 2، وبعض الاورام اللي فيها من رقم 3 لو احجامها مناسبه انها تيجي بالمنظار الرحمي بقدر استأصلها بالمنظار الرحمي عن طريق المهبل بدون اي جروح في البطن نهائيا. انما لو الورم ليف كله جوه عضله الرحم او هو ده خارج بره تجويف الرحم فده لازم ادخل بالمنظار البطني عن طريق فتحات في البطن عشان اقدر استأصل الاورام اللي فيه ديت واعمل لها تفتيت واخرجها من فتحات المنظار اللي هي تبقى عباره عن سنتي او سنتي ونص. طيب امتى بقى بلجأ للجراحة؟ بلجأ للجراحة لو الأورام اللي فيه أكتر من 7 سنتي في الحجم أو لو العدد أكبر من 5. طيب هل الكلام ده ينطبق على كل الناس؟ طبعا لا، في بعض الحالات بيبقى عندهم أورام ليفية كبيرة بتوصل ل 10 و 15 سنتي وبنفضل لهم منظار على حسب السيناريو بتاع الحالة نفسها. وفي حالات تانية نقول لهم لا انت الأفضل ليكي جراحة وبلاش منظار. فبالتالي قرار منظار رحمي ومنظار بطني ده بينطبق على حسب وضع الأورام اللي فيها بالنسبة لجدار الرحم. طيب منظار ولا جراحة؟ على حسب السيناريو بتاع الحالة نفسها اعتبارا لحجم وعدد الأورام اللي فيها وباقي الهيستوري بتاع الحالة.